الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم السبت 20/2/1446، لقاءنا مع الكابتن سعيد بن علي الشمراني في قاعة أرجوان بمناسبة حفل زفاف الشاب رجوان. فلات نقول ألف مبروك، الله يوفقه ويتمم له على خير. لقاءنا مع المدرب، مع البطل والقايد والمدرب سعيد بن علي الشمراني. كابتن سعيد، أمسي عليك بكل خير. الله يمسيك عساك بخير بصحة وعافية إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يرضى عليك ويسلمك إن شاء الله. ألف مبروك أول شيء للعرسان، والله يجمع بينهم خير. وأنا أشكر نفسي وبعد شكر الله سبحانه وتعالى أني أنا أول شيء شفتك من فترة يعني طويلة، وحقيقة أخ وافتخر فيك دائما. تحرجنا بالأداء والتعليقات الجميلة، وندل على شيء من نبلك وإصرارك وحبك للأداء الجميل. الله يعطيك العافية. طبعا الآن الفترة هذه منشغل ومنصب الجهد كله في الاستعدادات للألعاب الآسيوية أظن، أو الألعاب السعودية الآن. والله هو فعلا احنا بقينا تقريبا زي اسبوعين وتقريبا يومين للالعاب دورة الالعاب السعودية في تجارب اداء في الطائف. ان شاء الله نكون قدها ومستعدين ان شاء الله استعداد جيد، وان شاء الله الابطال والبطلات ان شاء الله يكون قدها في الموعد، وان شاء الله يكون لهم تاهيل ان شاء الله للفاينل في بعد تقريبا شهر الى شهر واقل من نص ان شاء الله. طبعا الفترة هذه أشوف التمارين مكثفة يا كابتن، بدليل اختفائك كده على الظهور. تركيزك ما شاء الله تبارك الله كل فترة في موقع معين، كل فترة في والله أول شيء أفتخر أنا أقول لك إني أنا ألتقي مع أخويا وصاحبي. طبعا أنت بطل حبيبي. الاختفاء دائما مو اختفاء لشيء معين، بس صناعة الأبطال يحتاج لهم اختفاء، وإن شاء الله نظهر في المنصات التتويج. يعني يحتاج الآن طبعا كل خطة لازم يحتاج لها هدوء ويحتاج لها تركيز. هدوء وتركيز، يعني دائم أوراقك ما تظهرها إلا في اللحظات شيء أكيد. أكيد أنت لما تعمل خطة تدريبية أكيد في خصوصية. الخصوصية هذا متى تظهر في الفينش، عشان تقدر تطلع الناس اللي فعلا في المنصات التتويج هم يبان العمل، يبان الشيء اللي فعلا تعبوا من أجله وحصدوا إن شاء الله بالذهب. أبو علي، الله يعطيك الصحة والعافية. كلاعب وكمدرب وكلاعب مرة ثانية دحين ما شاء الله أشوفك. أبهرتنا اليوم هذاك يوم أظن كانت البطولة الأساتذة اللي كانت في الطائف. حقيقة والله أسعدتنا وأسعدت الكثيرين حقيقة بالظهور. يعني رجعتنا للماضي، رجعتني 20 سنة ورا، أيام كان الكابتن سعيد وكابتن. أول شيء الله يعطيك العافية على هالكلام الجميل هذا. دائما البطل وين ما تواجد يبقى بطل، سواء على مستوى بطولة الماستر أو صناعة أبطال. بالعكس، طالما في عندك أبطال في الميدان معناته أنت لا زلت بطل وما زلت في الميدان، وهذا إصرار أقوله لك. أنت إن شاء الله أشوفك إن شاء الله في اللقاءات الجاية، وأتشرف أن نرجع للماضي وعشان نتنافس. والله يسعدني يا أبو علي، ودام في الروح في روح التشجيع وروح رجال أمثالك يا أبو علي ما شاء الله تبارك الله، القوة والإصرار والإرادة. فالآن أنت القوة والإصرار والإرادة اللي عندك عكستها علينا، أعطيتنا يعني قوة وأعطيتنا دافع كبير إن نرجع، ويعني أقلها أتقدم حاجة للماستر قدر ما تقدر. أول شيء ما في شيء استحالة على الله سبحانه وتعالى. طالما أنا قلت لك عندك الشغف، طالما تواجد الشغف سواء عند المتدرب أو الإنسان اللي قاعد يقدم نفس شيء جميل، بما كان لاعب الآن كان قاعد يقدم لاعبين ولاعبات، وبالعكس البطل قلت لك يولد بطل حتى وين وصل. طبعا أنت عندك الآن صعوبة وتحدي كبير بحكم عندك لاعبين ولاعبات، أبطال وبطلات. كيف تقدر توازي بين المسؤولية الصعبة هذه حقيقة يا أبو علي؟
والله اول شيء هذا عمل الواحد يفتخر فيه، انه قاعد يسوي توأمة بين فئتين، فئة السيدات وفئة الرجال، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالعكس طالما نوجد العمل الجيد، العمل المنظم، التكاتف، أكيد يكون في نجاح. وفضل الله يعني حظيت بناس أمثالكم يدعموني، إن كان في فئة السيدات أو في فئة الرجال. الله يعطيك العافية. كان هذا لقائي مع القائد والبطل والمعلم سعيد بن علي الشمراني. لقاء شيق، لقاء ما ودنا يغلق اللقاء. دائما اللقاءات الحلوة تلقاها سريعة، ونسأل الله لك التوفيق والعون بإذن الله تعالى في المهمة، والمهمة الداخلية والمهمة الخارجية، لأنه أمامك مهمات وطنية، أمامك استحقاقات وطنية أظن أبو علي. آمين إن شاء الله. أول شيء أشكرك على الكلام الجميل، ومن هالمنبر أنا أضم صوتي إلى صوتك، وبالعكس وطننا يستاهل منا الغالي والنفيس، وبالعكس إذا ما افتخرنا نقدم شيء جميل لوطننا لا خير فينا، وبالعكس يعني مع رؤية وطننا الكريم قاعد نقدم شيء جميل، وإن شاء الله يعني القادم يكون أفضل أفضل أفضل، وإن شاء الله الوطن هذا من يشيله إلى سواعد وطنية وكوادر وطنية فنية مؤهلة تقدم شيء جميل. أنا كلي فخر، وشكرا لك على هالمقابلة الجميلة، ونتقابل إن شاء الله. أنت أبو علي نموذج وطني حقيقة، والله نموذج وطني يحتذى به، فالله يوفقك ويسعدك إن شاء الله، ويسدد خطاك إن شاء الله، والقادم إن شاء الله أفضل إن شاء الله. والله يجمعنا إن شاء الله في مناسبات ولقاءات بأمر الواحد الأحد. لقاءاتك إن شاء الله أحرص إني أكون في الملعب إن شاء الله. إن شاء الله وأنت طيب. شكرا لك حبيبي شكرا حبيبي يا أبو علي، الله يعطيك العافية، الله يبارك فيك. شكرا يا مقدمنا يا أبو باسل، بارك الله فيك، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. شكرا لك. قوم يا أبو علي.